على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال. والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي الدرار قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يدعونا والغنى ويا قوي يا متين نسألك اليقين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب تبقى الوسيع الرحيم قدر إلى المؤمنين نظرة زين العنا عنا وتهدني المنى منا وكل الهنا نطاع في كل حين سلم بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيه كل الحرام يكفر كل التقى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اجعلنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لأمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فاجعلنا طامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فمن بذاك الظلام لمن بذنب رهيب اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذيين واختم بأسى الختام إذا دنا الانشراح
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة أبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله وبعد جاء النظم من الشريف الفخم أعني الجمال الفخم حبيبنا في الله الطالب المحضر المخبت الصبار المطهر الأسرار صالح أهل الله القادة القدوة السادة الصفوة ذي ما لهم شهوة إلا بذكر الله الإمام الفخر أعني رفيع القدر كالشمس لك البدر يا لخلق الله كوبا كرب سالم هو حتف للظليم الفاجر الوشيم يهلك بأمر الله وينجي الغارق إن كان بهوافه يلحق بالسابق هذا بفضل الله لما أراه العبد فحاشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بدون الماء والعبد الجاني كثير عصياني كثير دنياني كم خالف أمر الله عسى بحق الكون نلحق بهم في اليوم وما جرى من نوم يغفر بجاه الله لأنه حائر وقلبه طاهر ولا له ناصير إلا عباد الله يا سادتي غرا في الحال بدرا ما في الأبد مرا الله 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 معي قوما وكتب نذيرنا قلنا هدانا وما هي جئت بعون الله كفى كفى ما بينا لأصوابي في الحال عذابي فإنكم بالله لنا نصرا بالسيف والقدرة وكل ما ذكره الشيء
قد قيل في الود جار الله والمصطفى طاهر والمرتضى الناصر وبناه والباقر والكل حزب الله حسبي بهم حسبي هم صفوة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله صلي وسلم دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا هلا عقول سالمة وهلا قلوب العالمة قوموا بهم عازمة وبصدق يا جازمة يا الله بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب المنى يا الله بها يا الله بها دعوى عجيبة تامة يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا قلت بنا واغفر لنا وختم بخير إتانا يوم القيامة يا الله بحسن الخاتمة فالموت آتنا قريب كل له منه نصيب من كان دار أو نصيب مصيبة عامة يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا موت أتوا وغسلوا وكفنوا وشيعوا وألحدوا وسر تجيب قاما يا الله بحسن الخاتمة يا رب كن لي يا معين إذا رشعت الجبين واختم إلهي باليقين من قبل نوم اللائمة يا الله بحسن الخاتمة وإنما هي الممار تفكير عمع في النظر ولا تكن السائمة يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنا عمل وكسبنا كل سلام لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرحمة يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر والنفس ضلال لكني أرجو ذو الجلال في جاه والد فاطمة يا الله بحسن الخاتمة في جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة في جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة في جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة
والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدون بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه سيدنا علوي أم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعبد الله وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدولة وشيخ عبد الرحمن السقاف مولانا الشيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر المحضر وإخوانهم وشيخ عبد الله العيدرس مولانا أبو بكر العدني وإخوانه والشيخ علي بن أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بشميلي وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدرس والحبيب أحمد بن عيدرس العيدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور وابنه والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن بفضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مرحج والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتكبر منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويترهم فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويصل من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحان ما ظهر منه وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعامل لنا
معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ورف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ini bulan dimana bulan diwafatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, rajanya daripada segala wali-wali. Kopi kada keluar mulai tadi nah. Jadi membaca hadrah basaudan ini bagusnya ada kopi lawan dupa. Karena memang di tawasulnya itu ada kepada pembawa kopi dan pembawa dupa. Jadi bagus bila membaca hadrah basaudan ada kopi, kopi hirang lah, lain kopi mek. Kopi hirang, kopi yang asli. Dupa juga. Pakai gula, jangan kada pakai gula. Sekira nyaman diminum. Jadi di bulan Rabiul Akhir itu diwafatkan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal ini ada yang bawa manakib Siti Khadijah kah? Bilakan di dalam. Jadi sebenarnya bulan Selasa tadi itu kita menghauli daripada rutinan bulanan Sayyidah Khadijah, tapi karena Habibnya hendak lekas, jadi kita begasak-gasakan Selasa tadi kada sempat baca manakib, kada sempat juga membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal dijelaskan di dalam kitab-kitab manakib itu bahwasanya ketika dibaca manakib wali Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat banyak. Artinya kada sabuting haja rahmatnya diturunkan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya orang yang dapat satu rahmat daripada Allah Ta'ala sudah cukup itu untuk keperluan dunia dan akhirat. Hanya satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Sambil padangan Habib datang, manakah Habibnya ini tahu juga. Kada menghubungi nah, bilang kada ada barelaan nah. Jadi makanya kita sebahagian kampung-kampung, sebahagian kota-kota itu dibaca manakib karena mengambil faedah daripada Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Apalagi kalau yang dibaca manakibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca manakib Rasulullah. Jadi maulid itu sebenarnya manakib. Arti manakib itu, pian tahu arti manakib? Manakib adalah cerita daripada orang yang sudah meninggal tapi kisahnya yang baik-baik aja. Kadada yang kada baik, itu arti daripada manakib. Jadi kadada mengisahkan tentang wali, walinya bisa berdusta, bisa mencuntan, kadada. Karena memang wali kada bisa berdusta juga, berdusta kada, mencuntan kada. Misalnya itu wali-wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita baca manakib itu.
Bahkan di dalam kitab Zahrul Basim dijelaskan oleh Al-Habib Utsman Batawi bahwasanya orang yang membaca daripada manaqib Rasulullah, kisah Rasulullah, itu hukumnya wajib dan hukumnya sunnah. Dua, hukumnya wajib dan sunnah. Artinya sebahagian wajib kita ketahui kisah Rasulullah itu, sebahagian sunnat kita ketahui daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini bila kadada Habib di sini membaca kitab Zahrul Basim, itu cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Habib Utsman Batawi, wajib hukumnya wajib dan sunnah, kedua-duanya bagus. Dan adab-adab di antara membaca kisah Rasulullah itu macam-macam. Adabnya jangan membaca di dekat tempat yang berbau, jangan membaca di tempat yang ada meja, yang ada kursi. Jadi bila pian manakipan atau membaca maulid di rumah, bagusnya kursi-kursi disingkirkan dulu, keluarkan dulu, meja dikeluarkan, jangan ada bau-bauan. Makanya sunnah pakai dupa, pakai kembang digantungi supaya harum. Kenapa? Jadi jangan pakai kursi, jangan pakai meja, karena kursi dan meja itu bukan asal daripada ajaran Islam, ujar Habib Utsman Batawi. Bila ada basic kitabnya pasti tahu, toh amun dibaca kitabnya, amun kada dibaca kada tahu juga. Nah, kitabnya itu ada di bagian depan penjelasan tentang membaca cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bilanya majelis ilmu jangan bepandir, jangan asik sorangan, jangan apa lagi ya, jangan betasbih, bujuran nih, betasbih waktu majelis ilmu jangan tasbih, mengatik-ngatik tasbih, karena itu kada beadab, ada beadab. Betasbih kayaknya di rumah kita lagi nuntut ilmu, kita dengarkan guru menjelaskan, kita dengarkan ulama menyampaikan. Jadi betasbih aja kada beadab, apalagi kalau memicik HP, bepandiran. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa yang bepandiran ketika majelis ilmu maka meninggalnya kena tuli. Jadi orang membaca akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inya kada mendengar, kada mendengar, sehingga kada kawa mau ucapakan, kada mendengar dan kada kawa mau ucapakan. Padahal Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ujar Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah aw kama qala. Siapa yang akhir umurnya membaca la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ya, bila hendak jaminan supaya kita masuk dalam surga, salah satu kuncinya jangan bepandir di majelis ilmu. Di mana aja lah, kada di sini, di mana di kampung Melayu, guru Wildan misalnya, jangan bepandiran, dengarkan guru menyampaikan dengan seksama. Jadi banyak adab-adab menuntut ilmu itu yang belum kita ketahui sebenarnya, makanya kita lambat paham. Jadi menuntut ilmu itu baharu-harum juga, menyalalakian baharu-harum bagusnya. Jadi sunnah baharu-harum supaya hafalan lakas, pikiran tuh tenang. Ya, pikiran tuh bilanya mencium kada nyaman lalu pusang aja. Tapi bila mencium nah harum-harum nyaman, bau dupa, nah bau minyak harum, lalu pikiran tuh tentram nyaman. Nah, dia menelpon. Assalamualaikum. Lihat ya kan Habib di seberang sana pakai mobil HRP. Ya, sudah tuh ada depan Beb.